كيرن سأيوب. السلام عليكم. حيسام متنسيت كرين سأيوب يوم إسرا وحتى يوليو سنة كل 1000 وإسرا وثلاث جماعة توقل يوم لدى الأخبار أقول لكم كسلف فرس أخبار. عوتو إريترين هيزت عدل جيسنت لندن دقمام خدمة جبر قلت أتلا لكم توقعت حشم شعبية لأكدم العبارة استكبار سمتناكم تفاصيل التلا لكم الدولة روبا ضد إيمات التي ودعايات حرب هيسة حشم شعبية بإريترين هيزة عدل قبلها لما عرضات ولسجل للعوتيتا للتلالها لم إريترين هيزة عدل سكان بريطانيا مثل من دول بعد أوروبا لما تقو حوا من دقبو بقانون لقباؤه بحيلة مهرجانات حشم شعبية يقول أفشلو دوليام كملو حقولة تامرام لما داريت مهرجان يقولوا دوتو حاسبام العلو مناطق منكم شطبو تامرام حشم شعبية اللي فاشل هلا مهرجان اثبت مناطق لندن يقولوا دو حاسبام كملو كمسل تامرام أرتني شاويت حيزت عدل اتردت متابعتكم سلقبو والشبابات وأمات لرول اللو معرضات يقول كلهم هيزت عدل الأشن كمتو تأمرام لدي بيوم 10/5 و10/6 ورسبو يقول تقبه سبت لعالت هيست حشم شعبيت كمسل الشطبات مهرجان تتدالي لجنة نايل حشم شكوة يقول ترفع تتفارق مليل تهدقم بسفارة حشم شعبيت لتحروا لجان وعمال جارية حشم شعبيت بوم للدالة مهرجان إقل عادات وتجمع إريتريين كميكون مهرجان حشم شعبية إقل عادات وتجمع إريتريين من قبل كل مواطنين إقل شاركوت والسمهام لدي بجيسن مهرجانو لفشل من حشم لفشلت بريطانيا للدقم سبت الله إقل السويد إقل ودور توب لهلا مهرجان دول اسكندنافيا عباي رسالتكم تالت هالدقم أهداف إريتريين شبابات هيسة تعدل أفشلوت هيسة مؤيدة حشم شعبية لتنري قبين لحشم السطور دخل الركاب ودعايات سياسة قلي شر وديو مهرجانات اتمجتمع عالم قلت فادحن اتبالاتهم حشم شعبية عامة الدول العالم وفنتيت اتادي بدول الغرب لنبرو إريتريين على له تأثير إن الحول متكمل لا إماتات أمنا لحشم حبروم سببنا اللي هو النهي لا ولا متنظم إريتريين هيزة تعدل ديت غربات ولا كلاهم حشم شعبية زياد لا قبل بوقت من مجتمع عالم إذ لسه دفوكم اللي تتأمر دي بإريتريا خدمة عسكرية بجبرك كما على تقد تلالكم تو قايد حشم شعبية أزيما رسمي شرحام قايد حشم شعبية دي بيوم 10 يوليو اتقبت مناسبة تخريج 3 دورة خدمة عسكرية التقدم يوعز من سنة حلفت للشكل على برنامجات التعليم اتمتحان لنجحوا لقبوا لسقطوا عسكرية قلة حكمتون دا الشرام لأذا انبوتوا لها لا برنامج عمار لسميو قلت لكم تو أكدام قاعد حشم شعبية تتوارح مارس ناي إلا سنة كل 1013 ودا مقابلات اتارت ريادي إلا لحلفيات 30 وحتى سنة لشك برنامجات عمار 20 من مت كمان كمسالي تعواتين دا الشرم مرحلة لسميو حديث برنامج عمار ستوتكم هلا حبور هلا حقوا اتفاقية الجريس عمرس وحيل الشعب إريتريا اتفائدت لي تركب من برنامجات عمالة بهلا بدكم اللو قايد حشم شعبيات برنامجات ورثة يكالو لسميو برنامج عمار اتفاشل دي بنتو أزيمان
مرحلة حداث لتبل سميت اند غيرا له اتبقوسكم هلا الحبرم اللي مرحلة سموي لها حديث برنامج عمار كما قدموا العالو فاشلان برنامجات عمار كمثل فشل ومستقبل الشعب لدمر ولا لا تألمتكم تو وكأن برنامج دل أنا بيت حشم شعبيت اتحكم اقل لنبر من حذا كمتو عماتات دل حبروت عن حامتهم من كل وطنة مدرسة ورسايك قالوا للجامعة درسة مثل دمرت بنية تحتية التعليم وحدان معلمين أبع عسكرية سبت مكارهم اقل تعليم يمكن يكون ودي قبت امتحان كمثل سقطهم لبز حو منا طلبات سقطكم من تتبهلو عسكريات كمثل توم نا إلا زياد 20 سنة لترلها لنتائج تعليمتم السنة كلي ألف وكلي لتأسست مدرسة ورسايك قالوا سوا فاشل نظام تعليم حشم شعبيات لترقية ومستقبل شبابات إريتريا استلمتت لليت مؤسسة تام بسبب ما قدر التعليم اللي يجبي سياسيين وكوادر حشم شعبيات لدى لمنهج التعليم مدرته وتحكم الليل لتأمر نظام تعليم حشم شعبيات مثل تطور علم للسانا كم يكون وقوة بشر قدام كمثل دمركم هلا كل دول نزل تحبر سانهتم حيثم متنسيت كرين سويو بقول يوم دولي على الأخبار دي بالله تاهم محلام مثل كرن سيوب تلليكم حيثام تنسيتنا يوم كلهم تمودون لطبطنا ما تامكم لنا الأولى موضوعنا برنامج مسؤول منتم زياد 30 سنة عدل لتكلم هيربايت حنتي لتبلا رئيس السبت مسجان منادل البيت ودد أبرها لدى لموضوع قال أيون دونقو بكفال موضوعنا ملينا عادل صالح صوت إريتريا دي بأستراليا لو دوا مثل مقابلات وحنا دي بسيو بقل نقدم ما لحرينها متابعتكم وشاركتكم دي بنسي تبا ولا موضوعنا قلنا نبت برنامج مسؤول منتو مسؤول منتو مرحبا بكم حيثام تنسيت برنامج مسؤول منتو قتلنا يوم برنامج مسؤول منتو زياد 30 سنة عدل تكلم هيربايت حنتي لا تبلا رئيس بسبت مسجان منادل البيت ودد أبرها لدى لموضوع قال أيون دونقو بكفال نقدم لكم تو متابعتكم إنسان بيت ودد السنة 1995 أوروت منا فتو درس مدرسة ثورة نتعاون مثله من سجن أفقريوم بلا فكرة الله من أرسيا خارج قلقيس بزحفرس على علوم لكن أوروت عسب أبرون داتام إقل سياسي عند اتصلتو مثل كا قلت فهم حزه ليكم
وقت مناسب رأي وموعد ودي قليه كمسل بيليو السياس إلا أقلو دايك أدرام بيتودد السياس قل ركاب كمسليك أدرام بعدام مسؤولين كرا محمود شريفو بيتروس سولومون وهيلا والدة سيد الرعن دراكبام مسلوم سبت قديتو 3 ساعات ناقشام هيجا كرا شريفو درعو بيتروس سولومون كمسل سمام إقل السياس موعد قادم منوت انتو سبت إيوافا قالوا أذا قدم للا وديكم ودو اند بيلا التسجنو نوسا بلام بيت ودد إبا من إسياس فرود التلعلا متعداواي والظلم سيتن ديبتك التسجن كلوت كتاب كاتبام لا ولاي ديمقراطية دي بريتريا للبل عامة دي بريتريا نظام ديكتاتوري جيلدا يتأسس شعب قلنا دلكم سلبو لشره تقبيم لكالاه حرب أهليا ومدرتو حو مثل إقل حريات لنا دلو بسبب مسؤولين كليتو تنازيم بشهوات سلطات لشرعنا وقلام مجرمين سب سلطات ودي بإريتريا وشعب إريتريا حربات هيد لحد جايا الشنرب لشرهتهم بتودد سلف دول سجنام إقل السجن إقل زيارة مسؤول علوم الليامو أنا مثل ويانكم سلب أسناتو من سجن إقل فقر لقدر لبلومكم على نوصم شهدو حقول لا إريتريا وطوبيا مسمسة حدودكم سلب بأسيام وقدماي انفجار حرب بادمي بيتودد كمال بالله العلا من سجن إقل فقر محكمة خاصة لاكو ديبا محكمات لفردو كورنيلات وبرغادر جنرالات لقبت شكوة انك قدموتو يوم قلت فقر قرار نسو هلا كمسل بيلو بيت ودد انا كلبي انا كايتي وفقر اتبهل مهرباي من مهربة اريتريا انا حر انت كنا تبلاني لليكا مسؤول كعلكم اللي تتهاقوي لليكا هقيا زياد من مقدرات كاتوم أنا لفردوني أو للأفقروني سلطتو من لحمك ميجر جنرالي قلق بابوم بقبي قانونيات كإنا وكإنا خطيكا وإذا جزاك أتمامك أو جريمة ألابكا عندت بهالكم بكتب الأسبتو قليم إذا بعدام فيردة المسو أو اطلع لكو تسجن أقبل بلا يوم لفيردتهم سن برتنا حند بيلو تلفون اتصلوا ومن حديث دتلاكو هذا بعدام يقول لهم تثبتيك أدرو كم محريان كام التسجن أقبل بيلو ودي بسجن أقبلام ات يوم 4 ديسمبر سنة 1907 الساعة 7 بيتودد ات محكمة خاصة لاكو ودي بقى محكمات لتنحو ميجر جنرالاتهم من سجن إقل تفقر تو وبقضياتك مثل وزير دفاع صبحة إفريم إقل تناقشتو كمثل بيلو هتو باهو بلازا قيسا وصبحة راكبام صبحة إقل بيت ودد لقى بلقبا خطأ الأبكام ومرتبك كامل نايلا سجون العلكا إقل تنساتو وتعويد قلت تهيبتو ودي فندق حماسين عارف بيليو ورسالته بيوم منادي البيت ودد من سجنكم سلفقرا عارفا حكو كم عمل دي بأسمرا لعلو أقاربو طلو وعدمون قتي قيسا وقبر والداي الزايرام زيارتنا إلى قبركم سل أتمامام قلت زيارة لعلى مثل الشعب وعز أسمع يوم سلف حمدكم اكيتي ترأو منكم متولدنا نادلنا وإيساد قبكم قلنا لكن فكم يتفديكم حكومة الشعب بشعب قلت تتأسس هذا كل من ماتوا إلا لكن جد بزح طلب هلام افنتي شبابات تشكك إيدي تو وطنين نتمثلوا لقاشو إيدي تحقلهم كم بيلام
من كان حاضر على الشعب تأييد ركبام يتودد عند أتلا أنا حكومة إريتريا عند سراكو يكون ساجنة العالد إلا هدف اللي ليتثبت بيتهم حكومة حكو 5 سنة أنبل ذنب سجون عالكان لتبي أفقر التنيم وسائل الإعلام السبت مسجانية وفقيرية من سجن لقبت تقبى حبري هبت أنا سجون دي بانام لقب لقبا من سبسلتات إريتريا اتمكم سلسجنكو أو اتقديتك لسالة لبو أنبل منادل أمريكيتهم منادل أمريكيتهم ليتاتو بقديتك لسياسة فورك لسالام ثبت الله حسابكم ودو عند بيلا منادل بيتودد اقل جمعل على الشعب هسعدا نسحيو بيتودد دكم حريب سب أمرو وفتشو عزومتكم سلقبتلوم لدي بعد منقتي لتهاجا هجيا داق معلوم أنبل الإمام دي بلا قبت تقبأ كان دي بإريتريا ديكتاتورية السياسة والشيء وتسحبكم الليت وواده لتهاجا علام السياسة فوركي إقل لفدحيه مسلط أبطل على وسائق إقل لرأم بطام السياسة مكايد بيت ودد سبت أتحرك أيوم اتفنج شعب نعرق إقل خلقتو عند بهلام من سجن فقرا حقوقات وريه اتسجنوا بالسيوم بيت ودد اتل السجن لحار كما والدايوت مكتب عند قيسام بقدية ولدو لسال علام مسؤولية رفعت لعلات وتسأل بو لعلات والدايتو تام السيدة قدستي والدا قلت تسأل بزحام مسؤولي شعبية بزحات الفنتي تقل صفحات إفريم زيادة أمر سبت علاد السنة 1979 مام إقل السياسة مكتوبن دي مطرطو سألتهم السياسة إقل والدايت بيت ودد كن بيلايام بيت ودد فارستهم إقلنا سبتي حشما سجون هلام هذا لكن إقل فقرتو إيت الشاك علي بيلايا وسيات اندودت جيست منهم سيدة قدستي سسوره تبرد والدكم سلي فقرا قال دول مكتب سياس جيست السياس مكتب دلتي من ريم سبت رايام وفرقايام إقل حرس إيتاتوا بيليوم والحرس اتيت كالعوام السيدة قدستي أسك مكتب سياس اتيت كمسل كالعوام وقلت ركبوكم سليك أدرت كرم حموش شريفو رمضان محمد نور والأمين محمد سيد جيست وحلولي ركبت حتى مدت اقل محمود شريفو اتمكتب مطلتو كمسل سألتهم اقل فقرت دحنتو بيتودد أنبلنا شافت مواديتو بيلايام اللي أمنا شافت مواديتو لبيلايام محمود شريفهم بيتودد سجن لك أدام علي سيد عبد الله يقول والداي بيتودد بهلال على هجياتام علي سيد يقول والداي بيتودد حتى وادي يكون لكن لنا شافت ولا تنعي من كان سوتوبه العلام من اللي أتقابل السيدة قدستي لتبقى سجبي حتى عمل الدنقلو سياسة لترأسو اجتماع قاب علام ودي بقى اجتماع محمود شريفهم ثبت بيتودد أسك الله رسمي حبره بيتي الليت اقلرمي رسمي حبره تتهيبكم سلبيلا السياس إلا مسألة الله من اجتماعنا براتام ولا قضيت ابع ملاقل تشرحتون دبيلام سأل شريفوت أكانو اسكوبيو السيدة قدستي مرة كمثل حمد اقل عدام عند رفعكوني 7 فريم أبصحوني كمثل تيلوتوم الساوريت رفعوا بلزا مكتب 7 فريم أبصحوام 7 اقل لما تام مثل العلو بر فقرو عند بيلا يوم اقل السيدة قدستي يما لهجيا ستيرة دي بيكون بيتي ودد
ابقى مواور السياس سجون هلام وحنا اجنا ريكيتي نقدر بيلايا وباها ندت عبرت بيتا بالسوا اتآخر والدايت بيت ودد السيدة قدسي مرئيت والدة اندت التمنين انديت ريو السنة كل ألف بيت أماناتين سجن بيت ودد اتمنبرت اجتماعيات وعلاقات عائلته ما شنرب حادبتم بيت ودد السنة 1985 هدام ودي سنة 1987 ولد والدام لحتى والتي توحن كوالدايان دي يتركب عبيد لفت يابع البيتوما فقرتو تتاكن دعلت سنين كمسل باز حتى قربت كمسل جيست لتهدق اللي شبتوت ميدانق الحرية الحالفة يا مهر باي زياد 30 سنة أنبل فرد بحمام دل تعذب السجن كارشيلي لكوف هلام اقل حرية وعدل كمينا دلام حرية وعدل اندتكلا مسكبو سجن قبام حيثما تنسيت برنامج يسول منتوم زيادة 30 سنة عدلت كلام هربايت حنتي لا تبلا رئيس بسبت مسجان من هذا البيت ودد أبرها لدالا موضوع قال أون دنقو بكفال دي بلا تاهم هلام متابعتكم دي محمد يقول يوم دول على البرنامج مسؤول منتو نأتمم كيرن سأيوب تنكر نقاطات تنكر يا لخلقت فكرتها كل الأشجار وأدبر ليلي سكا بديني وليلي لسكا بديني على تريا ولادا كل دور حنكبر وقل همك يتكل ومن دنا تكبر غاشاي تميم نقاطات تنكر يا لخلقت فكرتها كل الأشجار وأدبر ليلي سكا بديني وليلي لسكا بديني يكايو دا كايد نمي سما سمانا وكم هاي سم أباونا هنتك عبر غنانا وكم هاي سم أباونا هنتك عبر غنانا من 3 مليونين شباب دفانا كدرج يفر ودارا بينقو كيت أمانا حقا طرف العزريت مي طرف العزيز أمانا ليلي سكابدي أدبيت لندار أقبت من نار دادا أدبيت لندار أقبت من نار دادا لتريا دفنتو شودو لغا وسادا شباب لمقيت كل يتمعت قتولادا أدبيت لندار أقبت من نار دادا لتريا دفنتو شودو لغا وسادا أطالبوتي تابي يتمعت قتولادا وليلي سكابديني ليلي سكابديني مشانغالا دي ماي الاتريا دفنتو مثلغا وسلماي ليلي سكابديني مال نداي كدتو ومالي لنداي كدتو دي بهلي الباياي كم سلسال وجمين أدتك مجايل وبنا ستة ولا تنكل عدباي الدقيقة لا تفارق ما يتولى حياي مالنا داي كيدتو أبجلتي بابا كاتكم سلجوا وستالي لترفت سوراتا إسارة قيمتا نطلت علي ملاتا من ربت أبتا كيف انترداتا أتفاقر فغير عن جلق المرباتا مالي لنا داي كيدتو
أبيد لدي بابا كاتا كمسل جواي والسالة ترفل التسوراتا إسار هيا كيماتا نوت لتعليم ملاتا من ربط أبتاك كيفن انتا رداتا إذا تفقر فقير عنجلك المرباتا مالي لنا داي كيدتو ومالي لنا داي كيدتو ديبا معسكر جونغرر لموت الله ملستل جواي سالة ودمرر. مستمعينا الأكارم، على خلفية الأحداث المتمثلة في مظاهرة مدينة جيسن الألمانية في وقت سابق من هذا الشهر، والتي أودت بإصابة العشرات من رجال الشرطة الألمانية، وبعد تصديهم لمجموعة من الإريتريين كانوا يحتجون على إقامة النظام الإريتري مهرجانا خطابيا وفنيا. يسرنا أن نلتقي مع الأستاذ عادل صالح من ضواحي مدينة فرانكفورت الألمانية للوقوف معه حول أسباب التظاهر وهوية القوى الرافضة له والخطوات التي سبقته والتي سعت إلى منع المهرجان والمرافعة القانونية التي رافقت ذلك. مرحبا أستاذ عادل صالح. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، شكرا لك أستاذ أحمد، وشكرا لصوت إريتريا الاهتمام على هذا الموضوع. تفضل. شكرا جزيلا لك. نعم، معك صوت إريتريا بشكل مباشر من مدينة ملبورن باستراليا. في البدء دعنا الأستاذ عادل صالح على صورة عامة للإجراءات التي سبقت التظاهرة في الثامن يمكن ولا 9 من يوليو الجاري. تمام. طبعا أول حاجة كده نرجع شوية خلفية بسيطة عن يعني نبدأ من السنة اللي فاتت. أو كمان من الخلفية من هولندا. كانت ضربة البداية من هولندا طبعا، وهولندا هناك طبعا الشباب برقيد نحمدوا الوقت ده كان بداياتهم، ونظموا نفسهم سريع كده وقاموا رفعوا دعوة للمحكمة، وبالتالي عطلوا المهرجان. جات هنا مباشرة بعد ذاك إلى ألمانيا، حاول هناك في السويد لكن ما نجحوا، بالتالي جات لألمانيا مباشرة. وألمانيا هي اللي هم ألمانيا طبعا مقر الجبهة الشعبية زي ما يقولوا، المقر الأساسي لهم ولهم منظماتهم كثيرين هنا. وبدأت الموضوع، فبرقيد محمد نظموا نفسهم في وقت وجيز وعبر الجروبات وعبر كل المناطق، وبالتالي بدأوا البرنامج بتاعت برنامج المظاهرات السلمية. نعم. وبالتالي احنا وقت ذاك تفاجأنا، يعني جينا جيسن وكان الموضوع ماشي على المظاهرات السلمية. بعد ذاك هنا ابتدأنا قبل المظاهرات السلمية هم طلبوا من المحكمة على أساس انهم يعطلوا المهرجان. فالمحكمة طبعا في ألمانيا هنا عندهم يعني ما في قانون يعني حيعطل المهرجانات حتى إن كان، لأنه البرنامج أو كمان الطلب اللي قدموا به الجبهة الشعبية هو برنامج ثقافة وبالتالي مقبول. فهم ردوا عليهم على أساس أنتم كمان ممكن بإمكانكم يعني تعبروا رأيكم، ولكن إحنا ما حنقدر نمنع. وكده بدأت، وبالتالي عطلوا. يعني بدأ التعطيل وين؟ بعد ما إنه يعني المغر هناك في المغر بتاعت المهرجان بتاعت الجبهة الشعبية، وفي بالمقابل أنه في محل بتاعت وقفة احتجاجية. المهرجان ده طبعا كان يبدأ من سنة 2011. دائما المعارضة بتمشي محل الوقفة الاحتجاجية في سور بيناتهم. السور ده اللي هو في خيمة كبيرة للهجدفيين هناك، والاتجاه الثاني المعارضة، وترفع العلامة الإريترية وبالهتافات وكده، وكان يعارضوا. فالمرة دي طبعا الشباب ديل برقيد محمد هم عندهم مبدأ على حسب اتفاقهم كان مع تأسيسهم، هم ما يؤمنوا بالمظاهرات السلمية، وبالتالي مباشرة هم يا اما يواجهوا يا اما يعطلوا عبر المحكمة. يعني هم طبعا كلهم شباب وأعمار العشرينات وكده. وبالتالي تعطل. الآن نحن نجي هسه في المرحلة دي، لأن الفات ذاك السنة اللي فاتت دي كانت البداية، يعني البداية كانت كده. نعم، لكن أستاذ عادل السنة اللي فاتت عفوا برضو يعني شهد لنا أحداث عنف أيضا السنة اللي فاتت، مع إنه ما تعطل المهرجان. نعم برضو شهدنا نفس من السنة اللي فاتت نفس المشاكل كان حصل. هم طبعا زي ما قلت لك الشباب هم وانفعالين واندفاعيين سريع، وبالتالي هم ما عايزين المهرجان ده بأي طريقة يتعطل. زي ما قلت لك هم ما عايزين المظاهرات السلمية دي يعني شافوها ما تجيب حقها، وبالتالي لازم ان المهرجان يتعطل بأي طريقة. جينا هنا السنة هذه، يعني في السنة هذه هم بداية تابعوا المهرجان، برنامج المهرجان ده قبل 3-4 أشهر،
وعلى حسب ما صرح لنا الرئيس البريغيد محمد اللي هو كبراب كيروس، هم يعني زرعوا ناس في داخل الهقدف انهم يتابعوا لهم من قبل 3 شهور 4 شهور، وبالتالي كانوا يمدوهم بالمعلومات. فالمهرجان هم على حسب وقت ما طلبوا من الحكومة الألمانية انه مهرجان ثقافي حيعملوا فيه انه برنامج بتاعت شعارات بتاعت مسابقات عامة، في نفس الوقت حيوزعوا جوائز للطلبة المتفوقين في ألمانيا وبرنامجات بتاعت أطفال. ولكن هم جواهم كان في شعارات كده، وكان في البوسترات بتاعتهم في السوشيال ميديا كان يكتبوها بالتقرينية اللي هي شعارات قياس ستوم مسرعنا، كان معناها قياس ستوم مسرعنا معناها إنجازاتنا بفضل تماسكنا. نعم، يعني كان في شعارات سياسية يعني يمكن يعني مستفزة، كانت في شعارات سياسية مستفزة. نعم تمام. وبعدين في نفس الوقت شعار آخر إنهم يقول لك إن هذا المهرجان ما يميز هذا المهرجان إنهم مهرجان أتى في الوقت الذي انتصرنا فيه. فالشباب طبعا متابعين الموضوع ده، ومباشرة هم تواصلوا مع واحدة مناضلة اسمها صحينش كيروس من منطقة قيسن، وهذا صحينش كيروس مناضلة بتاع جبهة التحرير الإيطالية قديم هي. نعم. في نفس الوقت عايشة في قيسن ولها علاقات اجتماعية واسعة في منطقة قيسن مع الحكومة ومع شخصيات عامة مع الشرطة وإلى آخره. فدي لعبت دور كبير على أساس إنه يعني بداية عايزة تطلع تسريح بتاعت مظاهرات، فالشباب طلبوا منا إنهم عايزين مظاهرات. إحنا مباشرة نطلب إنه من الحكومة إنه توقف المهرجان. الآن هم يتابعوا الشعارات دي، ترجموا الشعارات دي مبدئيا، وبعد ذلك كانوا يتابعوا اللايفات بتاعت الهقدفيين. هم لانه اللايفات بتاعت الهقدفيين كان الواحد يحط السكينه على الحلقوم بتاعتهم، كانوا الهقدفيين معناها شنو؟ معناها هم يفضحوا نفسهم بنفسهم كانوا. فهم يعني يتكلموا يقولوا يعني ويهددوا انهم نحن حنجيب 100 واحد حيقل يعني حيعطلوا الباصات وحيعملوا حوادث الباصات بتاعت المتظاهرين ديل وتهديدات. هم كانوا يقولوا يتكلموا الكلام ده، يترجموا الكلام ده للألماني، ومباشرة كده ترجموا الحاجات ده كله وتواصلوا مع الشرطة الألمانية، رسلوا إيميلات للشرطة الألمانية ولمدينة قيسن للإدارة بتاعت قيسن. نعم. وفي نفس الوقت في شرطة كده اسمها خاصة للمدينة يعني لتنظيم المدينة ولناس الإعلام. هنا في نفس الوقت كانت هناك يعني منظمة وكان جمعية اسمها نقل الديتات اللي هي رحلة الأمهات اللي كانت قاعدة تدعم المظاهرات دي، يعني تدعم المشروع بتاعت المظاهرات ده وبتاعت تعطيل المهرجان ده عبر التيك توك. نعم. وفي منظمة كان في جمعية كمان اسمها وومن باور كمان برضو كانت قاعدة تدعم يعني التجهيزات بتاعت المهرجانات ده. في نفس الوقت في زوم مركز بتاع زوم بتاعت اللي هو بتاعت نقاشات وحوارات اللي هم مائدة الحوار المفتوح اسمها بالتقنية كفوت مؤدزته. دير كمان عندهم ناس يعني في داخل الزوم ده شخصيات أكاديميين سياسيين قدام ومقاتلين بتاع الجبهة، ودير كمان بأصله يعني بدأوا يدعموا البرنامج. الآن هنا طلبوا الخطأ هنا بتاعت الشباب يعني رفعوا عريضة للمدينة. نعم. المدينة هنا طبعا بعد ما شرحوا لهم انه كان ترجموا لهم الشعارات بتاعت الهقدف واللايفات بتاعتهم، فدي طبعا حتجيب مشكله امنيه في المنطقه، وبالتالي الالمان ما يفرطوا في الامن بتاعتهم. وطوال مباشره طلبوا من صاحب القاعه انه يوقف وجابوا لهم كده يمكن بعض الشروطات يعني من الطلب؟ هل كان في حكم استصدار حكم من المحكمة ولا إدارة المدينة؟ من الطلب لإيقاف المهرجان هنا؟ ده لا زالت إدارة المدينة. إدارة المدينة اللي قاعدة تعطل المشروع بتاع المهرجان. فطلبوا منهم يمكن أخذوا لهم شروطات كده من ضمنها أنهم يكونوا عندهم أي واحد يجي في المهرجان يسجل اسمه وبطاقته إلى آخره وعنوانه وبعد الشروطات كده. وهم طبعا رفعوا من جديد استأنفوا في داخل المدينة يعني في المدينة. بعدك برضو الاستئناف ما اتقبل منهم. بعد ذاك عدوا للمحكمة. المحكمة طبعا مسألة قانونية. السلطة القضائية سلطة مستقلة، هي مفترض مش المدينة اللي تأمر المحكمة هي اللي تأمر المدينة. نعم. فهنا السلطة القضائية أمرت المدينة إنه لا يعني الكلام ده ممنوع، هو ما يصح، وبالتالي المهرجان ده يصير. هنا الشباب
مع المنازلة هذه مباشرة، والناس الداعمينهم رفعوا قضية للمحكمة العليا في كاسل. الآن هنا ده والمحكمة نفسها الوقت أصبح ضيق. الكلام ده حصل يعني من يوم الخميس، رفعت القضية، مفترض يوم الجمعة تجي يعني الرد مباشرة. الرد يعني ما جاء تأخر، وبالتالي لازم فنحن عملنا شنو؟ عمل الشباب وشاركنا في اللحظة دي، عملنا وقفة احتجاجية في قيسنا اللي هي الموقع بتاع اللي يوقف فيه المعارضات، اللي يحجزوا فيه المعارضات قدام الخيم. هنا الهدافين لسه يعني ما كانوا جو في المنطقة، وقدام الخيم يوم الجمعة. فهنا ده الشرطة عملوا ضغط شديد على المتظاهرين. يعني انت كنت تشوف الشرطة تشوف انهم يعني تقول اكثر الشرطة من المتظاهرين. نعم. شوف المتظاهرين اكثر المتظاهرين من الشرطة. نعم. في الشارع ده انت انا ذات في حد ذاتي جيت متاخر شوية كده، ففتشونا وراجعوا البطاقات بتاعتنا والى اخره. طيب يبقى الشرطة كان محتسبة لانه كان في عنف. يعني العنف ده يعني هو ده اللي كنت داير اسالك. اول حاجة داير اسالك لانه انت قاعد مركز انت على برقيدة نحمد مثلا هو منظم الموضوع ده، من هي الجهات الاخرى التي شاركت فيها؟ لانه قاعدين نسمع في معارضة في تنظيمات اريترية اخرى في شخصيات مستقلة غير حركة برقيدة نحمد. هل تدينا خلفية عن الناس اللي شاركوا في المهرجان في المظاهرة؟ ما في مشاركات منظمة. ما في مشاركات منظمة اللي هي مثلا المشاركات اللي هي كان في قيادات من التنظيم بتاع الساقم، وفي قيادات كده أفراد من التنظيم بتاعت اللي هو وحدة الإريتريين ثم اللي هو حادنة الإريتراويان. نعم. فما في يعني تنظيمات، يعني حتى التنظيمات يعني ممكن قاعدة بتاع التنظيمات كده. حتى المشاركين في حد ذاتها كانت مشاركات عشوائية. غالبية الشباب المشاركين في المظاهرات ما ينتموا لبرقيد نحمد. برقيد نحمد مجموعة قد تكون كبيرة، هي قبل كده ما كانت منظمة، فقط ناس ألمانيا يديروا نفسهم بنفسهم، ناس السويد يديروا بنفسهم، لكن في النهاية عملوا برنامج اللي هو جلوبال برقيد نحمد بدرجة بمستوى العالم، وعملوا لها قيادة موحدة، والقيادة بتاعتها هنا موجودة في ألمانيا. فالمشاركات بتاعت التنظيمات ما في مشاركات تنظيمات كده منظمة، لكن أفراد بتاعت التنظيمات كانوا مشاركين، وبالتالي فهم الأفراد بتاع التنظيمات يتكلموا ويقولوا ممكن كتنظيمات كلنا مشاركين، لكن المشاركات كانت عشوائية. يعني نعم. أكثر الناس مباشرة كانت تجي مكان المظاهرات، عشان الهدف كله إفشال المهرجان كان. جميل. لكن الطابع العنيف، يعني الطابع العنيف ده هو اللي ضمنوه الشباب بتاع الحركة، يمكن حركة برقيد نحمد. أما الآخرين نعم. هل المتظاهرين نفسهم كانوا مختلفين في هذا الجانب، ولا أنه لغة العنف الإريتريين غالبا ما بيلجوا له؟ يعني احنا شاهدنا يمكن في 20 سنة الماضية الكثير من المظاهرات، يمكن بدينا احنا في استراليا 2001 يمكن 2003 امتدت بعد ذلك لأوروبا. العنف ده يعني نحن ما من سماتنا وما من الخطوات او الاجراءات اللي بيلجأ لها الاريتريين غالبا. فهل المتظاهرين في المانيا او جيسن تحديدا كانوا متفقين على العنف هذا؟ شوف استاذ احمد، اول حاجه احنا شويه نرجع لورا شويه كده، يعني يمكن التاريخ الاريتري. نعم. التاريخ الاريتري ما في عنف. يعني احنا لو رجعنا لفتره بتاعت الستينات، عثمان صالح سبل كان يعني اسس منظمه العقاب. نعم. منظمه العقاب مش عشان تعاقب يعني العدو في داخل اريتريا، عشان تعاقب العدو في خارج، يعني في خارج اريتريا. وبالتالي عمليه كراتشي 69 كانت في باكستان، وكان فيها شبه عنف، وكان فيها يعني يمكن حراق بتاعت طياره، وكان فيها ذخيره. نعم. نجي عمليه بتاعت روما. من روما لمدريد المتجهه كانت متجهه بالطياره، كانت محاوله اختطاف واستشهد فيها حامد الشنين وعلي عمر ومنادي الثالث كمان، يعني يمكن اتمسك وانسجن، وبعد ذاك بعد فتره كده اطلقوا سراح ورجع لاريتريا للثوره واستشهد في الثوره. نعم. عندك عمليه بتاعت عدن كمان. في عدن هي كان عمليه اختطاف بتاع طياره اثيوبيه من عدن اللي عبد الله سنغور واحمد غيثي. احمد غيثي الوقت ذاك عمره 17 سنه، وبالتالي المسدس كان في الشنطه بتاعته على حسب التاريخ ما يذكر، لانه الطفل والشاب وصغير وما يتفتش. فهنا ده تاريخ وقاعد يعيد نفسه. يعني لا بس نحن استاذ عادل نحن ما نفقد قضيتنا. يعني نحن عايشين يعني في دول فيها قانون وفيها دستور وفيها حق التظاهر وحق مكفول. فانت بالعكس بتخسر، يمكن تخسر المتعاطفين معك احيانا، بتخسر ضد القانون. دلوقتي داير اسالك، عندنا مجموعه يمكن معتقله دلوقتي من الشباب نفسهم اللي تظاهروا في جيسن معتقلين الى الان، اليس كذلك؟ هو ده السؤال. نحن ما فقدنا القضيه، لكن هنا خسرنا شباب. يعني ثوره اريتريا انت تخسر ناس، يعني يستشهدوا منك ناس،
وتكسب معركة وتكسب وتحرر مدينة. هنا ده الشباب ده اللي قدموا القضية الإريترية على طبق من ذهب للمعارضة الإريترية. فضلوا قالوا هم راحوا فيها، من دخل منهم يعني في البلاك ليست، ومن انسجن منهم، ومن اتمنع منهم يكمل الحركة. هم ده دفع الثمن. ما في شك. لو لها في الميدان دفعوا الثمن، ولكن قدموا القضية على طبق من ذهب. الألمان كثيرين تعاطفوا معاهم، تعاطفوا الألمان يعني حتى هنا ممكن في العمل وقت كان الألمان يتعاطفوا. فهنا ده حتى دور المعارضة، دور القيادات المعارضة، بدل ما يناقشوا بعد يصير القضية دي أن نشروا القضية. يعني هي تعتيم الإعلام. أنا كنت ذكرت لك التاريخ بتاع منظمة العقاب لما حصل تعتيم إعلام على القضية الإريترية انفجرت إن الحتة دي، وبالتالي الإعلام كله سلط على القضية الإريترية. الآن هنا الدور شنو؟ يعني الدور على المعارضة الإريترية. تقريبا عندهم مثل يقول لك هو يقول إنه هو فرس، يعني هذه هي الساحة وهذا هو الحصان، أركب اتمتع ذلك وأمشي. الآن هو دور. الآن هنا ده الخسارة شنو؟ الخسارة على الشباب. هم خسروا نفسهم، خسروا سمعتهم، خسروا شغلهم، خسروا من أجل القضية دي. ده اسمه تضحية. هم ضحوا، وبالتالي إنك أنت الدور حصل الدور على المعارضة الإريترية. طيب عاد الناس الموجودين انتم في الخارج، الناس المعتقلين دول ما هي الإجراءات اللي بتقوم من أجلهم حاليا؟ هل رفعتم لا وكلتم محامين؟ هل ترافعتم من أجلهم؟ يعني الاتجاه الآخر الناس الموجودين برا قاعدين تعملوا شنو من أجلهم؟ والله شوف، أنا كان في سؤال مهم كده مفترض كان أنا يمكن يعني في البداية أتكلم عنه. نعم. اللي هو الهقدف، يعني أي مهرجان بتاعت الهقدف قبل كده كان قاعد يعمل دخل. تمام. نعم. أول مهرجان من فضل هؤلاء الشباب إنه أول مهرجان يحصل فيه صرف. يعني من غير دخل. يعني أول مهرجان يمكن للجبهة الشعبية يحصل فيه صرف، يعني منصرفات، كله منصرفات. أولا هم للقضية ده عشان يستأنفوا القضية ده، وكان عشان يرفعوا القضية عينوا 6 محامين. 6 محامين الدفعة الأولى خسروا 20,000 يورو. نعم. تمام. وبالتالي بعد ما نجحوا اشترط عليهم شروطات انهم يجيبوا 6 سيارة بتاعت اسعافات. تمام. يدفعوا للحراس، حتى الشرطة اللي في دمها يدفعوا لهم، ويدفعوا للحراس. يعني على حسب لسه نحن ما جانا الرقم المفيد لحد اللحظة دي، لكن انه يعني واحدة امبولانس، يعني سيارة اسعاف، انت عشان تأجيرها هنا في المانيا من 350 يورو للمشوار الواحدة لحد 500 يورو هي. لحد 500 انت. فايه رايك انت 2 عربية اسعاف تنزلن تاخذ يقعد 48 ساعة او كمان يعني 36 ساعة. يعني انت حتدفع كم؟ المبلغ انه يكون زي 96,000 وحاجة بالشكل ده خلال اليوم الواحد. هنا ده الهدف طبعا ما يطلع من الرصيد بتاع خفانا، يعني الزموا اعدائهم كل واحد يدفع 500 يورو. ده فاول مرة بتحصل. في نفس الوقت حصل لهم عدم توازن، يعني هم البرنامجات اللي كانوا مخططين له كله ما عملوه. ليش حصل عدم توازن؟ لانه ما عارفين هل حيسمحوا لهم ولا مش حيسمحوا لهم. ده كله هيحصل. وبالتالي هنا ده كان في انتصار كبير جدا للإجزمة. الان هنا ده بالنسبة للشباب حتصادفهم مشاكل. ودي حالة الثورة الإريترية، انك انت تضحي عشان من اجل الاخرين. نعم. جميل جدا. يعني معقول كلام يعني ممكن واحد يتفهمه فعلا. من ضمن الاثار يمكن حتى خارجيا، كيف ترى الوقع بتاع التظاهره في قيسم مثلا؟ هل مردودها في خارج المانيا؟ يعني احنا اليوم يمكن قبل شويه قرينا الخبر بتاع القاء مهرجان هقدف طبعا في المملكه المتحده، القوه يعني هم برضه احتسبوا للسلم الامني ولا المجتمعي وهكذا القوه. فكيف ترون هذه الخطوه؟ هل هيكون عندنا مردود في وسط الجاليات الاخرى؟ والله مردود فعلا. نحن كنا متوقعين الخطوه بتاعت بريطانيا، لانه كنا متابعين الاستعدادات بتاع الشباب برجير نحمد، استعدادات شديده مره واحد كانت. وبالتالي حتى اذا منعوهم يعني نفسهم ذاتهم يعني كانوا ماشيين على الاتجاه بتاعت العنف ده، اذا سمحت لهم برضه المحكمه. وبالتالي الجبهه الشعبيه وكون الهقدف في حد ذاته يعني هم يعني بعد ما فشل هنا في قيسم وبعد الخسارات دي كلها، هو ما مستعد انه يخش في معركه قانونيه جديده. وبالتالي الموضوع بتاعت لندن اذا جات فبيها هم خلاص استسلموا، واذا ما جات احنا مالنا ومال، احنا خلاص ما حنخش يمكن يعني في المعركه القانونيه، لان يمكن بلاء، لانه هنا خسروا خساره كبيره. وبالتالي هنا في لندن نحن احتمال كبير نتوقع انه في السويد كمان نتوقع يمكن بيفشل، او كمان يمكن الحكومه السويديه اذا استجابت للضغوطات الامنيه دي احتمال كبير يمكن يشوف الهدف.
هم افكارهم كلها واهدافهم كلها هم كيف دار يقنع المواطن الاريتري في داخل اريتريا. انه هم المواطن عايزين يقنع المواطن الاريتري انه ما زال شعبنا معانا وشعبنا مؤيد الحرب وشعبنا ضد التجراي. ويعني طبعا الفقاعات اللي صنعوها هم في داخل الشعب الاريتري والشعب الاريتري ما قابل لهم هناك. يعني هم دارين يقنعوا الشعب الاريتري انه شعبنا في الخارج معانا. وبالتالي هم عرضوا لهم فيديوهات قديمه هناك في التلفزيون بتاعتهم وعرضوا لهم ويورون انه هم دي المهرجانات بتاعتنا ونحن نجحنا نجاح باهر. والناس اللي كانوا يعارضوا اللي عملوا لنا المشكله دي هم من التجراي هم. وبالتالي نحن كلهم يعني انتصرنا عليهم. يعني عاكسين صوره هناك في يعني في اريتريا. وانت عارف الكذا كل الناس ابناء المرتفعات اللي قاعدين يقاومون قاعدين يوصفون بالتجراي وما واكل من التجراي وما ادراك من التجراي والى اخره. لكن الرهان استاذ عادل يمكن على وعي الشعب الاريتري. والشعب الاريتري طبعا بطبيعته تعرف متابع يعني يتابع الاخبار دائما والشعب يسال وبيتحسس وعنده اتصالات بالخارج بالتاكيد يعني. فربما ما تنطلع عليه طبعا هذه الدعايات والاكاذيب ما بتنطلع لانه اليوم العالم مفتوح وفي وسائل التواصل الاجتماعي وفي اتصالات. فالناس عارفه الحصل في المانيا الناس اول باول كانوا متابعين. والحصل ايضا في بريطانيا دلوقتي امس القاء المهرجان. عموما جميل دعنا اسالك يمكن نتحول لسؤال اخر. انت طبعا اشرت الى برقيد نحمد اكثر من مره. هناك استاذ عادل يعني لغط وجدل يعني جاري في الاسفير الاجتماعي عن اهداف ومنطلقات حركه البرقيد نحمد. من هذه الحركه؟ متى تاسست وما هي اهدافها ورسائلها ومن قياداتها لو ودنا خلفيه عنها؟ شوف برقيد نحمد دول اول حاجه يعني يعني شباب اندفاعيين صغار اعمار 20 سنه. حتى الرئيس بتاعتهم يعني تقريبا يمكن كم 30 سنه حاجه بالشكل ده. وانا يعني يمكن صديق شخصي وبعض القيادات بتاعتهم اسبقانا هم. وهم طبعا احنا التحفزات اللي نحن بنعمل فيها وشرحتها عليهم مباشره انهم طبعا ما عندهم يمكن تجارب سياسيه وتجارب في الساحه الاريتريه ما عندهم لها يعني ما يكتسبوا التجارب. فمفترض هم بعض القيادات اللي هم بدل ما يصفق لهم ويدعموهم يعني الدعم معنوي مفترض يساعدوهم. ونحن قلنا نساعدوهم على اساس انهم يعملوا يعني اقل حاجه يشوف الناس العالم الشعب الاريتري يشوف الوثيقه بتاعتهم منطلقاتهم شنو هي اهدافهم السياسيه ولا. فهم طبعا في كل مناسباتهم بيقول نحن حركه. نعم نحن حركه وما عايزين سلطه. احنا نتمنى انه من التنظيمات السياسيه تتفق وتعمل قياده مشتركه. وبعد ما عملت القياده المشتركه دي ان هي تقود يعني تكون قياده سياسيه بالنسبه لنا. احنا الوقت ذاك اذا طلبوا مننا نمشي الميدان ممكن نمشي الميدان. احنا ما عايزين نعيش هنا في الخارج. وبالتالي فبعد الاكاديميين والسياسيين والمقاتلين بتاعت الجبهه قدام فاقترحوا انهم يعملوا قياده سياسيه مشتركه وفتحوا زوم يعني او كانوا غرفه مغلقه. وفي البداية كانت يمكن الحوارات كانت على حسب في غرفة الحوار اللي هي مائدة الحوار العام وكون المفتوح. نعم. فناقشوا هنا فعلى اساس انه يعملوا قياده موحده او كمان جبهه موحده تعكس القضيه الاريتريه في الخارج. وبالتالي على اساس انه الطلبيات بتاعت برقيد نحمد وكده. وفي القياده دي هم اختاروا حكايه بتاعت 9 اشخاص ولا 11 شخص كده واطلقوا عليها ان هي الهيئه يعني هيئه يعني تيسير الاعمال وموجوده هنا وتعمل يمكن قاعد تعمل اجتماعات مغلقه. دي الهيئه دي قاعد ترسل ايميلات على كل التنظيمات والمنظمات. اولا قاعد تجمع العناوين وبعد ذلك ترسل ايميلات وعملت وثيقه. نعم. هو يعني ممكن وثيقه مشتركه اللي هم قاعد يرسلوها للتنظيمات ويرسلوها للمجلس الوطني. على ماذا تحتوي هذه الوثيقه؟ هل اطلعت عليها انت تحتوي على ايش؟ لانه قاعدين نسمع الحركه هذه عندها علاقات مع تجراي يعني مدعومه من تجراي. ما هو ردك عن هذا الموضوع؟ لانه في انا شخصيا ما طلعت لسه على اهدافها ورسائلها ويمكن لكن في كلام كثير وفي لغط عليها. يعني هل عندها علاقه بتجراي تحديدا؟ اول هذه الحركه بتاعت برقيد نحمد دي ما عندها اي علاقه يمكن ابن تجراي لكن كافراد منهم كشباب منهم. يعني وقت ما بدات الحرب
مباشرة يندفعوا، ما ده امتداد طبيعي. امتداد بالتأكيد، التداخل الاجتماعي والثقافي موجود. نعم، التداخل الاجتماعي زي ما نحن هنا ده شعبنا اللي موجود في شرق السودان كنا قاعدين إن له ونتألم يعني من ألمه ونكتب عنه. مظبوط. ما كان قاعد يتعرض يمكن لمشاكل نفس الشيء. القصة بتاع التجراي دي أو كان الفقاعة بتاع التجراي دي جابوها الجبهة الشعبية على أساس إنه وباعوه هنا برا في الخارج، وبالمناسبة روجوا له هنا في الخارج. نعم. سبحان الله. وبعد ذلك بدأت الحرب، وقت ما بدأت الحرب بعد القيادات المعارضة إنهم كانوا الحرب دي بتاع التجراي دي والجبهة الشعبية اللي عملتها مع التجراي في داخل أراضي التجراي كأنها جاتهم من السماء. يعني فتحت لهم باب، افتكروا انه فتحت لهم باب انه هو باب الصلح مع التنظيم مع الجبهة الشعبية. وبالتالي روجوا للحته دي ممكن اكثر من الجبهة الشعبيه، وروجوا انه اسمره دي انضربت واتخبطت اسمره بمدافع بتاع التجراي اكثر من النظام، في حين انه النظام لحد يوم الليله ما معترف ولا يتكلم انه اسمره دي انضربت. وبالتالي هم القيادات بتاعت المعارض الاريتريه المتواجدين في السوشيال ميديا اللي قاعدين نتابعهم هم اللي قاعد يروجوا اكثر واكثر، وهم اللي قاعد يشوهوا. فانت مشكلتنا شنو استاذ احمد؟ مشكلتنا نحن في المعارضه الاريتريه ان الواحد بدل ما انه يكون سعيد بانجازات بتاعت صديقه وبتاعت زميله في العمل وبتاعت منادل، اذا كنت يشوف انجازات بتاعت مجموعه كده معينه مشت يتهمهم بالارتزاق، يتهمهم بانهم بتاع التجراي التجرينيه، بيتهمهم مع انه التجراي ده نحن بنعرف، احنا كنا بنعرف وكنا عايشين في يمكن في المناطق دي. يعني الارض دي كانت مفتوحه جدا، كانت مفتوحه، لا جيش لا ميليشيات لا اي حاجه. يعني التجراي دي اللي كان معاهم اكثر من 29,000 شاب اريتري كانوا اللي هاجروا اللي هربوا من الجيش الاريتري باعتبار بامكانهم كانوا يسلحوهم ويجيبوهم يدخلوهم اسمره، كانت كلها 5 يومين هي. يعني لكن هم الحته دي اكثر من كم سنه شافوا، والاراضي دي فاضيه، لو كانوا عايزين يسووا يحتلوا اسمره كانوا يحتلوها. لكن الحته دي وكان الجبهه الشعبيه ونحن في الداخل قال التروج هنا الحته دي على اساس ان تمسك الجنود هنا ما يسرح الجنود. يعني صار عادي انت قاعد تنفي العلاقه مع الجماعه بتاع برقيدنا احمد، ما عندهم علاقه باي تجراي، لا عندهم دعم من تجراي وحتى توجهاتهم مثلا تجرية واقامه الدوله القوميه الواحده ما عندهم علاقه بهذه المواضيع ابدا. يعني الكلام ده اطلاقا ما عندهم بها علاقه. هذه التهم جزاف اطلقت عليهم. احنا بنعرف قياداتهم الشباب المتواجدين هنا ده ان مشكلتهم هم ما عندهم علم او كمان ما مسيسين يعني مندفعين بحماس وكذا، ما مسيسين اندفاع. نعم بالضبط كده، اندفاع حماس، ما مسيسين. حتى انا قاعد اقول لحد يوم الليله هم ما عندهم وثيقه سياسيه انهم رؤيتهم المستقبليه. وده كان دور التنظيمات الاريتريه الموقف. شافوا انجاز ده وقدموا لهم القضيه اداها كم خطوه، قدموها بعد ما كانت متاخره 100 سنه لقدام، قدموها ثاني 100 سنه لقدام للسودان دفعوا 30 سنه احنا القضيه دي ما ظهرت في العالم. انا متفق معاك. الخطوه اللي اتخذوها منكم في قيس خطوه غريبه وفريده من نوعها. الاريتريين طبعا تظاهروا من 2001 ان تظاهروا، لكن ما وصلنا هذه المرحله طبعا، وصلتم في قيس. لذلك الامر ملفت جدا، وكان في تناول اعلام عالمي. احنا حتى الاسبوع اللي فات قرينا تقريبا من رويترز ومن CNN. وبهذه المناسبه دعني اسالك ايضا عن تناول الاعلام الالماني، كيف تناول هذه المساله؟ نحن باعتبارنا كنا مشاركين في داخل المظاهرات في اليوم الاول واليوم اللي بعده كنا بس يمكن متابعين وكده. فحتى الاعلام الالماني الواحد ما كان فاضي يمكن يتابعه ويسمعه ويقراه. ولكن الاعلام الالماني هو التلفزيون بتاعت ولايه هيسن اللي هي جيسن دي موجوده في ولايه هيسن. ولايه هيسن في وسط المانيا. التلفزيون بتاعت ولايه هيسن كان حاضر في المظاهرات. والجرائد والاعلام بتاعت جيسن كانوا حاضرين في المظاهرات. ولاول مره الاعلام الالماني يكتب انه هو فيستيفال دكتاتور. وصفوه بمهرجان الدكتاتور. جميل. مهرجان الدكتاتور وصفوه. نعم. فالاعلام كان حاضر متواجد في داخل المظاهرات. ممتاز جدا. اذا يمكن نحن وصلنا لنهايه اللقاء. الزمن دائما اكيد لديك الكثير ما تود قوله، لكن الزمن ليس من صالحنا للاسف. استاذ عادل صالح، شكرا جزيلا لك، حدثتنا من ضواحي مدينة فرانكفورت. حأترك لك كلمة. قال المفروض أسألك عن من هو عادل صالح في البداية، كذا ادينا خلفية سريعة عنك واديك الكلمة الأخيرة أيضا. جميل جدا. أنا طبعا عادل صالح حامد
اقدر اقول لك من كرن ولا من غردات، المهم انا كنت داخل الجبهه الشعبيه، بالتالي ما في منطقه ما اشتغلت فيها، والحمد لله تخلصت من الجبهه الشعبيه من داخل من جواي، وبالتالي ما في حاجه يعني يمكن احن لهم فيها. انا يعني اي حاجه، انا قضيه الشعب الاريتريائي، شوف القضيه الاريتريائيه مش قضيه سياسيه، انها قضيه ضمير وقضيه اخلاق، فمن خالف اخلاقه وضميره يخالف القضيه الاريتريائيه ويسيسها، وبعد ذاك يعمل يتفاوض مع النظام ويتقاسم السلطه. فعادل صالح هو زي ما وضحت لك كده، هو مواطن والان عايش في المانيا مع اسرته الصغيره. شكرا جزيلا لك، نتمنى لكم الخير لك ولاسرتك والصحه والعافيه ان شاء الله. وايضا نشير وعندكم اذاعه، اذا نعرف نحن سأيوب، اذاعه سأيوب، اليس كذلك؟ نعم، إذاعة سأيوب لغة التجري متواجدة ومدعومة من قبل التلفزيون اللي هي الرئاسات وتلفزيون قناة السنة، ومن غير أي مقابل بيذيعوا لنا نشرتنا وساعة في الأسبوع هي. ممتاز جدا، إذا بالتوفيق. نحن معانا أبيب، طبعا أبيب عمر أبيب أيضا نتابعه باستمرار. شكرا جزيلا لك أستاذ عادل صالح، وتحياتنا لك، تحياتنا لك أبيب وللجالية الإريتريائية عامة في ألمانيا أيضا. إن شاء الله نلتقي بكم مرة ثانية. شكرا جزيلا لك. شاكر لك التسليم. الله يخليك، شكرا جزيلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيسامة تنسيب كرن سأيوب لاقي اليوم الدوليوم ولعلنا برنامج نادي باللي تمم هلا. متابعتكم ومشاركتكم دي بنساء جمعة حاريت إن شاء الله بعد برنامج إقلنا متحكمتو أسكو دحنا اسمنو.